مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها استقبال مهيب للمنتخب الوطني لسباق الدراجات الهوائية، بناء سد في أمهمية، الخدمات الصحية تشهد تطورا في مديرية شمق. روسيا وباكستان تبدأان مناورات تكتيكية مشتركة. الهند وكندا تتبادلان طرد دبلوماسيين في إطار خلاف متفاقم بينهما. وناسا تبحث عن ظروف ملائمة للحياة على أحد أقمار المشترك. أهلا بكم مشاهدينا. استقبل رسميا المنتخب الوطني لسباق الدراجات الهوائية المكون من فريقي الذكور والإناث صباح اليوم 15 من أكتوبر بعد المشاركة المليئة بالانتصارات في البطولة الأفريقية للدراجات الهوائية التي أقيمت في كينيا من 9 وحتى 13 من الشهر الجاري. وقدم مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخليه ومسؤول اتحاد الدراجات الهوائية أكاليل من الزهور عند وصولهم إلى مطار أسبرا الدولي. واستقبل فخامة رئيس السياسة فرق المنتخب في عدها له مهنئا الشعب الإريتري بالانتصارات التي سجلت، موصيا إياهم للعمل على إبراز إمكانياتهم والمشاركة من أجل الفوز في مختلف المنافسات الرياضية بأعداد كبيرة من الرياضيين. وعبر السفير زمدي عن أمله في تواصل الانتصارات، مشيدا بدعم الحكومة والشعب وتشجيع وتطوير الرياضة الإريترية. وشكر المنتخب الوطني وطاقمه التشجيع والرعاية الدائمة التي أولتها لهم الحكومة والشعب عامة، مؤكدين أن رسالة الرئيس تعزز من جهودهم لإبراز الإمكانيات والتفوق، متعهدين بتمثيل البلاد أحسن تمثيل. ثم تجول الفريق أو المنتخب في شوارع العاصمة ليحظى باستقبال شعبي كبير. وقد فاز المنتخب الإريتري بلقب بطولة أفريقيا لهذا العام بحصوله على 16 ميدالية، 7 منها ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية في كل الفئات التي شارك فيها المنتخب في منافسات الذكور والإناث. ودخل الدراجة المحترف هينوك مولو برهان التاريخ بحصوله على لقب بطل أفريقيا للمرة الثالثة. وبحسب ترتيب المنتخبات الوطني للدراجات الهوائية الذي صدر في شهر مايو من هذا العام، تقدمت إريتريا في المركز الأول بجمع 2840 نقطة، ثم جنوب أفريقيا في المركز الثاني، والفريق المغربي ثالثا بتسجيل 1155 نقطة. وتحتل إريتريا الترتيب 21 على مستوى العالم في عام 2024 بعد مسيرة الانتصارات الأخيرة، بعد أن كانت بالترتيب 27 في عام 2023. دشن في 5 من أكتوبر سد جرنعي في مديرية أمهميمة في مديرية غرورة بتكلفة بلغت حوالي 4.5 ملايين نقفة. وقال مدير مديرية غرورة سيد إدريس علي في المناسبة أن السد يحل إشكالية مياه الشرب في المنطقة. وذكرت المهندسة سابية الأسملاش التي أشرفت على أعمال البناء أن السد الذي تبلغ سعته 10,000 متر مكعب سيسهم في تنمية المياه الجوفية، داعية إلى الاستفادة الجيدة لضمان استمراريته. وعرب الملازم مابراهتو تيدروس الذي نسق مشاركة أعضاء قوات الدفاع في أعمال البناء أعرب عن ارتياحه لمشاركتهم في حل مشكلة مياه المنطقة، مشيدا بالمشاركة الشعبية الواعية. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن بناء السد جزء من جهود حل إشكالية المياه في جميع أنحاء الإقليم. وتقع جرنعي على بعد حوالي 10 كيلومترات إلى الشرق من بلدة أمهميمين. وقد أقام سكان وإدارة مديرية قرورة حفل غداء لقوات الدفاع المشاركة في أعمال بناء السد. تعمل الجمعية الوطنية للصم والبكم على تعليم الصم بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وأفاد رئيس الجمعية سيد ولد ميكائيل سئلي أن العديد من الأطفال الذين يعانون من الصمم يترقبون حصولهم على فرص تعليمية أكبر، مشيرا إلى تمكن 20 طالب من إحراز نسبة نجاح في الامتحانات الوطنية للمرحلة المتوسطة لعام 2023-2024 مما يشير إلى الاجتهاد. وأضاف السيد ولد ميكائيل أن الجمعية تعمل على نشر تعليم لغة الإشارة في كل أنحاء البلاد،
البلاد، وأن تمكين المعاقين من تلك المشاكل أو المعانين من تلك المشاكل من الانتساب للجامعات لاستكمال دراساتهم العليا هي من أهم الأهداف المستقبلية. وناشد مدير مدرسة دندنة الثانوية الأستاذ رجام تسفاي ومدير مدرسة الصم بأسمر الأستاذ تسفى لدت برهاني ناشد الجهات المختصة بتجهيز منهج يتماشى مع ميولهم الدراسي التخصصي بلغة الإشارة لضمان استكمال دراساتهم الجامعية نظرا إلى مستواهم الدراسي المتقدم، بذكر أن مدرسة دندنة الثانوية ولأول مرة تستقبل 14 طالبا موصيان المعلمين وزملائهم الطلاب بتقديم الرعاية والمساعدة الدراسية اللازمة. وأوصت مسؤولة أولياء الأمور في مدرسة الصم بأسمرة وزارة التعليم بتقديم الرعاية الأكاديمية لهم بعد أن تمكنوا من الوصول إلى المرحلة الثانوية بجهود الشركاء في العمل. كما أوصت الآباء على متابعة أبنائهم أكاديميا بجدية لإنجاح الجهود المبذولة. أفاد مسؤول الخدمات الصحية بمديرية شامبوكو الممرض داخل زونجل أنه قد تم توفير مركز صحي واحد بجانب 5 مؤسسات صحية فرعية في المديرية ضمن الجهود التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من جهة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتمكين المواطنين من تلقي الخدمات الصحية بالقرب منهم. وأضاف أن توفير المؤسسات الصحية ساهم في رفع الوعي العام والصحي، كما اتسعت نسبة متابعة المواطنين للصحة العامة وبلغت نسبة تردد الحوامل للمتابعة الصحية والولادة تحت الرعاية الطبية إلى 60%. وأشار مسؤول المركز الصحي بشامبوكو الممرض تولد برهام ميكائيل إلى تحسن الخدمات الصحية في المركز بعد توفر الأجهزة المخبرية وازدياد عدد الطاقم الطبي مما يسهم في تقديم خدمات نوعية. وأوصى أعضاء الطاقم الطبي بزيادة عدد المراكز الصحية لتطال ضواحي شهاتي وقرمي وبشكة نظرا لبعد المسافة من أقرب مركز صحي. أعلن مسؤول مكتب برنامج الادخار والقروض المسقرة مول في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد برهان تولديه أن المكتب يقوم بعمل مشهود في جمع الديون المستحقة من عملائه. وقال إن المكتب يقدم القروض للأفراد والجماعات وكذلك لموظفي المؤسسات الحكومية من 6000 إلى 20,000 نقفة ومن 30,000 إلى 450,000 نقفة للمؤسسات. وأشاد بالوعي الموجود لسداد القروض مؤكدا على أهمية دور الإداريين ومسؤولي المؤسسات الحكومية في ذلك. يقوم مواطنو مديرية قلب بصيانة الطريق الترابي الذي يربط مدينة أو بلدة قلب بضواحي محلاب وقروح وقادماي عبر النفير الجماعي. وأفاد المواطنين المشاركين في أعمال النفير لوكالة الرنا أن هدف هذه المبادرة هو صيانة الطرق الترابية التي تضررت من السيول في موسم الخريف، وأن العمل الذي يقومون به هو مواصلة لأعمال الحفاظ على المياه والتربة. وأضاف منسق البرنامج قائد كتيبة الجيش الشعبي بالمنطقة عمر نور أن المشاركة الشعبية بشكل عام ومشاركة الإناث بشكل خاص واسعة في الأعمال التنموية التي تنظم بمشاركة المجتمع. وأوضح مدير المالية والإدارة بمديرية قلب الشاب ياسين عبدو أن الطريق الترابي كان معظمه يمر عبر الوديان مما أدى إلى تضرره بسبب الأمطار والسيول، كما يقوم العمل على حل هذه المشكلة بإنشاء الطريق خارج الوديان. وأفاد مراسل إيرنا في شأن مماثل إلى قيام مواطني الضاحيتين الأولى والسادسة في مدينة كرن بأعمال نفير في مقبرة شهداء كرن. وكما قام سكان قرية أسندة بمديرية أسماط بأعمال نفير لتنظيف مدرسة أسماط الداخلية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرثية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بدأت روسيا وباكستان مناورات تدريبية مشتركة في مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان حسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية. وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أفرادا عسكريين روس وباكستانيين يقفون في تشكيل في قاعدة يؤدون النشيد الوطني ويرفعون الأعلام الوطنية. وفي سياق ذات صلة قال الكرملين أن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي سنويا تؤجج
نتائج التوتر في ضوء الحرب الملتهبة الدائرة في أوكرانيا. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه يستحيل إجراء محادثات عن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وهو أمر أشارت واشنطن إلى أنها منفتحة عليه بسبب ضلوع قوى نووية غربية في الصراع مع روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تبادلت الهند وكندا طرد سفيري البلدين و5 دبلوماسيين كبار آخرين بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتبر ضمن أشخاص موضع اهتمام في قضية قتل زعيم انفصالي من السيخ العام الماضي في فانكوفر. وأعلنت الهند أنها سحبت دبلوماسيها 6 من كندا، إلا أن مصدرا حكوميا في أوتاوا أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم طردوا ولم يسحبوا. وأقرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطرة في الخريف الماضي، بعدما لمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى طلوع محتمل للحكومة الهندية في عملية الاغتيال. ووصفت نيودلهي الاتهامات بأنها سخيفة، ويشكل طرد الدبلوماسيين الأرفع مستوى بين البلدين تصعيدا رئيسيا في هذا الخلاف. أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية إلى قمر كوكب المشتري أوربا، والذي يعتبر أحد أكثر المواقع الواعدة في نظامنا الشمسي للبحث عن الحياة خارج الأرض. وتقول ناسا أن المهمة تهدف إلى معرفة ما إذا كان العالم المغطى بالجليد، والذي يعتقد أنه يضم محيطا شاسعا تحت الأرض صالحا للسكن. وانطلقت المركبة الفضائية الآلية أوربا كليبر، والتي تعمل بالطاقة الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون هيفي من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، وعلى متنها 9 أدوات علمية. وبعد قطع مسافة 2.9 مليار كيلومتر في رحلة تستغرق حوالي 5 سنوات ونصف، من المقرر أن يدخل يوربا كليبر إلى مدار حول كوكب المشتري في عام 2030. منحت جائزة نوبل في الاقتصاد ل3 باحثين أمريكيين هم داروين أسميوغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، تقديرا لأبحاثهم حول أسباب نجاح بعض الدول وفشل أخرى. وقالت لجنة نوبل عند الإعلان عن الجائزة في ستوكهولم أن الاقتصاديين الثلاثة أظهروا دور المواساة المجتمعية في ازدهار الدول. وأضافت اللجنة أن جهود الباحثين الحائزين على الجائزة تساعد العالم في فهم الأسباب الجذرية التي تجعل بعض الدول والمؤسسات ضعيفة في سيادتها ونموها. وأشار رئيس لجنة الجائزة جاكوب ستيفنسون إلى أن الحد من الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان يمثل أحد أكبر تحديات العصر الحديث، قائلا أن أبحاث الباحثين الثلاثة تساهم في تحليل وتفكيك هذه الظاهرة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. استقبال مهيب للمنتخب الوطني لسباق الدراجات الهوائية. بناء سد في يمهميمي. الخدمات الصحية في مديرية شامبوكو تشهد تطورا. روسيا وباكستان تبدأان مناورات تكتيكية مشتركة. الهند وكندا تتبادلان طرد دبلوماسيين في إطار خلاف متفحم بينهما. وناسا تبحث عن ظروف ملائمة للحياة على أحد أقمار المشتري. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.